هذه الأشهر اللي إحنا الآن على أعتابها، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، شهر الأشهر العبودية لله. إحنا دائما يجب أن نكون عبيدا لله تعالى في حالة العبادة، في خط العبادة، ولكن هذه الأشهر بالذات يجب أن يتوجه العبد أكثر إلى مولاه. كان عندنا واحد من المؤمنين تاجر، كان أو شبه تاجر، هذا كان يتجر طيلة العام، 3 أشهر كان يعطل عمله، كان في العراق، كان يقول العام كله للدنيا و3 أشهر لله تعالى ولعبادة الله. هو كان في كربلاء، كان يروح إلى النجف، إلى الكاظمية، إلى سامراء، وكان يتعبد الله تعالى. هذه الأشهر ينبغي أن نجعلها أشهر عبادة بمختلف الأنواع. ننتقل إلى نقطة أخرى ونختم الموضوع. كما يجب أن نمشي في خط العبودية، يجب علينا أن نجعل أولادنا، بنين، بنات، عوائلنا أيضا في خط العبودية. أكو بعض الأفراد مؤمنين متعبدين متهجدين، ولكن عندما تنظر إلى أولاده إلى بناته في خط آخر بعيدين. كان عندنا واحد رجل مؤمن متدين متعبد، القضية مطولة أجملها إجمال، نافلة الليل ما كان يتركها في كل الظروف، الجماعة ما كان يتركها، جدا كان رجل مؤمن متدين، ولكن كان عنده أولاد بنات لم يعرف عن أي واحد منهم الإيمان، بعيدين، ولا رأينا واحد منهم. هذا الرجل توفي ونقل من منطقته إلى العراق حتى يدفن في العتبات المشرفات. قبل ما يدفن كان في الطريق أحد العلماء الكبار رآه في المنام، قال كيف حالك؟ قال الحمد لله، كل ما عملته من خير أعطي لي مرة واحدة، مو بالتقسيط، مرة واحدة، ولكن قالوا لي إنك لم تكن تفهم الدين. هل من الدين واحد يروح إلى الجنة وكل أولاده يروحون إلى النار؟ هذا من الدين؟ هذا فهم الدين؟ طبعا بعبارة أحد من هذه العبارة، قالوا إنك لم تكن تفهم الدين. عندما تروحون إلى الحرم طفلكم أخذوا وياكم ولو بالإغراء، يعني أغروح، شوقوه، هذا يجي يشوف تلك الأجواء الروحانية، ينمو في هذه الأجواء. أكو قضية معروفة عن الجد رحمه الله لا أريد أن أكررها، ولكن والدته كانت تقوم لنافلة الليل وكانت توقظه وهو طفل صغير وتعطيه أشياء يأكلها، أشياء لذيذة حتى لينا، وتقول له انظر إلي. هذا الطفل اللي من أيام طفولته يشوف والدته تنهض لنافلة الليل وتقنط وتبكي في قنوتها وتقول العافو، هذا أي أثر يوجد في روحية هذا الطفل؟ ولذلك الجد رحمه الله كما ينقل عنه إلى أخريات أيام حياته، حتى إذا كان نايم
فترة جدا قليلة. في ذلك الوقت قبل أذان الفجر كان يستيقظ بكامل نشاطه وكأنه نام نومة طويلة. وقاعدة في قنوت نافلة الليل كان يدعو لأمه اللي ماتت قبل 40 عام رحمة الله عليهم جميعا. هكذا كانوا يربون أولادهم. قرأت قبل فترة طويلة في سفينة البحار أن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أو سليمان أحدهما بيت ما كان يخلو من العبادة. تنظيم كان عنده في بيت، أنه من 10 مثلا إلى 12 فلان يعبد الله، من 12 مثلا إلى 2 فلان يعبد الله. فطوال اليوم والليلة العبادة من بيت هذا النبي كانت تصعد إلى السماء. واحد كما يكون هو في خط العبادة وخط الذكر وخط التوجه يحاول أن يربي أولاده وعائلته على ذلك، طبعا لا بالعنف والإكراه وإنما بالتشويق والترغيب والإقناع. بعد 40 عام بعد 80 عام هذا الطفل يذكركم، يقول هذا تربية والدي، هذه آثار الوالد أو تلك الوالدة. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذا اللهم صل على محمد وسلم على محمد وآل محمد. هذا الإيمان، هذا الولاء، هذا الحب، هذا التوجه، هذه العبادة يجب أن نحاول أن ننقلها إلى أولادنا وإلى أجيالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المنتجبين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.